ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض البانيه والمكرونه بالشكل الجميل ده. تكات بسيطه جدا من مطبخي. وبتمنى الفيديو لو عجبكم تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، وعشان اعمل فيديوهات اكتر يعني. وبتمنى اللي ما اشتركش يخش يشترك. وادي شكل البانيه اهو زي ما احنا شايفين. شكله مشهي جدا. واول حاجه هعملها، انا كنت منضفه البانيه طبعا ونقعاه بالملح والليمون كويس قوي، ومقطعه بصلايه صغيره كده بالمبشره، واحط عليها ملح فلفل اسمر. اهو زي ما احنا شايفين كده. دي اول خطوه بعملها. وهضيف البصل دوت للبانيه واقلبه كويس قوي. بنكتر شويه الفلفل الاسمر عشان يديله الطعم اللذيذ. ودلوقتي انا هضيف البصل للبانيه عشان قبل ما اعمل اي حاجه يكون البانيه خد وقته شويه كده في التتبيله الحلوه دي. واقلبه كويس قوي مع بعض. بصوا يا حبايبي، قبل ما تعملوا اي حاجه تكونوا متبلين البانيه، وتشتغلوا بعد كده براحتكم، اذا كنتوا هتعملوا مكرونه، اذا كنتوا هتعملوا شويه سلطه، اي حاجه يعني. ودلوقتي انا هقلبه كويس اهو، وبعد كده هركنه لغايه اما اعمل اللي ورايا. اهو زي ما احنا شايفين كده. كده احنا خلصناه، وبعد كده هبقى اتبله بباقي التتبيله. جبت حوالي كوبايه من البقسماط المطحون، وحطيت عليها نص كوبايه من الدقيق، وحوالي نص معلقه من الفلفل الاسمر، وهخلطهم كويس قوي مع بعض. عايزه اقول لكم الفلفل الاسمر بيدي طعم جميل قوي قوي للبانيه. بس كده، وانا خلطت المكونات الجافه كلها هي مع بعض عشان اتبل بيها البانيه اللي انا عملته. وبعد ما خلصنا تتبيله البقسماط هجيب البانيه وهضيف عليه البيض، ودي اخر حاجه هعملها فيه، وهسيبه بقى مع نفسه دلوقتي. وهقلبه كويس قوي. انا بتمنى من حبايبي ومشاهديني يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة، عشان القناة يا جماعة مش هتكبر غير بيكم. انتوا اخواتي وحبايبي اللي هتكتروا القناة ان شاء الله، واللي هتوصلوها بإذن الله. وبتمنى تكتبوا لي اي تعليقات ان شاء الله لو بسيطة. اي تعليق منكم يا جماعة بيفرحني. حتى لو اي حاجة مش عاجباكم اكتبوها برضو، وانا صدقوني بتقبل اي تعليق منكم وبفرح بيه. تعليقاتكم دي هي اللي هتشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، وهي اللي تخليني اكمل. ودلوقتي خلاص انا جهزت البانيه وتبلته بالتتبيله بتاعته كلها، وهسيبه شويه بقى على جنب اهو زي ما احنا شايفين كده. وهنروح دلوقتي نسلق المكرونه الاسباجيتي. كنت في الوقت ده غاليه ميه على النار، وهضيف لها معلقه من الملح. المكرونه الاسباجيتي يا جماعه من احلى الاكلات مع البانيه طبعا. ممكن نعمل بطاطس برضو، ممكن نعمل مكرونه صغيره، يعني اللي يريحكم اعملوه. بس وهضيف حوالي ربع كوبايه من الزيت. وفي الوقت دوت هنحط المكرونه. المية غلت كويس طبعا زي ما احنا شايفين اهو. بس وابتدي اكسرها بقى واحطها في المية.
انا ساعات بكسرها وساعات بحطها كده، بس قلت المره دي احطها كده عشان متبقاش طويله قوي يعني. اهي يا جماعه بالطريقه دي كده. بس وهنسيبها بقى تتسلق، وكل شويه هنقلب فيها عشان بس ما تلزقش في الحله. وفي الوقت ده كان البانيه بتاعنا متبل وجاهز، يا دوب بس هنتبله بالبقسماط. وهنتبله بالطريقه دي. عايزه اقول لكم الطريقه دي مش هتخلينا نتغلب فيه ولا حاجه. ايد بالشوكه وايد بالمعلقه عشان ايدينا ما تلزقش في البقسماط. بس هنجيب واحده تانية نعملها بنفس الطريقه برضو. عايزه اقول لكم ان احنا بنضغط عليها قوي قوي عشان ايه ما تفكش بس البقسماط. وتعمل كفر كده سميك. بس انا مبحطش اي بهارات تانية غير الملح والفلفل الاسمر عشان ما يغيرش بس من طعم البانيه. مش في كل حاجه يا جماعه البهارات الكتير بتبقى حلوه، لا. بتبقى اقول لكم برضو في الهمبرجر، في الكفته، في المشويات. لكن ده بس مجرد ما احط البصل المبشور والملح والفلفل الاسمر بيديله الطعم الجميل كده، والبانيه بيبقى باين وظاهر. وطعمه ما بيتغيرش ابدا. لكن لو حطيت توابل بقى طعمه هيدي بقى طعم تاني خالص. مش هتحس بطعم البانيه يا جماعه. يعني لازم برضو ايه ادوس عليه جامد عشان ايه يديني الكفر السميك كده. في الوقت ده المكرونه خلاص كانت اتسلقت اهي. اقلبها برضو اهي. بص زي ما احنا شايفين كده استوت، بقت زي العسل. بس وصفيتها دلوقتي وفتحت عليها الميه اهي. وشكل المكرونه اهي بعد ما سلقناها. هضيف لها شويه زيت عشان تبقى مفلفله كده وحلوه. وهنرجع دلوقتي للبانيه. هنكمل البانيه بنفس الطريقه. نضغط عليه كويس قوي بالبقسماط عشان يعمل طبقه حلوه من البقسماط بتاعنا. اهو طول ما انا بحط بالشوكه وبضيف البقسماط بالمعلقه. الطريقه دي يا جماعه بتبقى حلوه قوي، وكمان 3 قطع على بعض يعني بتنجز في الوقت برضو لو انتي مستعجله ولا حاجه. ولو انتي برضو مش حابه تعمليه في نفس الوقت وحابه تفرزيه، بتحطي طبقه وبعديها تحطي كيس بلاستيك وعليها طبقه تانية وهكذا، وتحطيه في الفريزر وتطلعيه تعملي منه اللي انتي عايزاه.
وبس هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وخلاص احنا كده تقريبا خلصنا اهو. وده شكل البانيه بتاعنا بعد ما خلصناه، يا دوب كده على القلية اهو. انا حطاه على بعضه عادي عشان هقليه في نفس الوقت. وهحط شوية مثلا في التلاجة، وبعدين هطلعه بعديها ب10 دقايق ولا حاجة اقليه. وهنعمل دلوقتي صلصة المكرونة. هضيف حوالي معلقتين 3 من الزيت، وهضيف معلقتين من الثوم المهروس، طبعا بالملح بكمون والفلفل الاسمر. بس هقعد اقلب فيه لغايه اما الثوم يصفر ويديني اللون الاصفر الجميل ده زي ما احنا شايفين. وكنت دلوقتي مجهزه شفشق من القوطه. دلوقتي هضيف يا جماعه الطماطم المعصوره اهو. عايزه اقول لكم الطماطم اليومين دول لونها احمر قوي وبجد جميله. احنا كده خلصنا اهو. وهضيف نص معلقه من السكر ورشه من الفلفل الاسمر بس، واغطيها بقى تستوي. وعايزه اقول لكم ان البصل اللي انا عملته ده دلوقتي هو يفرق كتير قوي في المكرونه اللي بصلصه. بص انا ما جبتهاش قوي اللقطه دي، معلش يا جماعه عشان فاتت مني بس في التصوير. بس هي عباره عن بصله مبشوره او متقطعه يعني، وسبتها لما تحمر قوي كده، ورحت نازله عليها بمعلقتين من الصلصه اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض. هتفرق كتير قوي يا جماعه في طعم المكرونه. دلوقتي اهو هنقلي البانيه. بص الطبقه بتاعته بس كده، وهنبتدي نقلبه اهو. وهنعمله كله بنفس الطريقه. وخلاص البانيه اهو استوى، وهصفيه كويس قوي من الزيت واطلعه. زي ما احنا شايفين كده خد اللون الذهبي الجميل. وهبدأ احط الكمية التانية وهعمله كله بنفس الطريقة. كل ما ياخد لون شوية ببدأ اقلبه. بس وقلبتهم كلهم اهم، واول ما يستووا هبدأ اطلعهم. بكون محضرة طبعا مناديل او ورق ابيض، وصفيه كويس قوي عليه من الزيت. وكده خلاص اهو قربت اخلص. بس اول ما ياخد اللون دوت ببتدي اقلبه.
بس واطلعه واصفيه كويس اوي من الزيت. زي ما احنا شايفين كده. وده شكل البانيه يا جماعة بعد ما خلص، عملته بالشكل الجميل ده. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبتمنى لو الفيديو عجبكم تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وعشان اعمل فيديوهات اكتر واكتر. اهو بصوا المكرونة شكلها جميل برضو.